أهلا بيكم في برنامج شخصية مؤثرة مع مروة صالح. تخيل فكرة بسيطة تخطر على بال مهندس تتحول لسلاح يكسر أصعب التحصينات ويفتح بوابة النصر. النهاردة حكايتنا عن واحد من أبطال حرب أكتوبر، فكرته كانت واحدة من أسباب النصر، المهندس باقي زكي يوسف. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. المهندس باقي زكي واحد من رجالة مصر الجدعان، اتولد سنة 1931 في الصعيد. كان حلمه كبير، حب العلم من صغره، دخل كلية الهندسة جامعة عين شمس، اتخرج مهندس ميكانيكا ودخل القوات المسلحة. ومن هنا كانت فكرته اللي هتغير تاريخ مصر. بعد نكسة 67 قررت إسرائيل بناء مانع على طول الجانب الشرقي للقناة، وأطلقت عليه خط بارليف. ارتفاع خط بارليف كان حوالي 22 متر، وفي 22 نقطة حصينة بيدور حول كل نقطة حقول من الألغام وخنادق وأسلاك شائكة، وعشرات من الغرف المحصنة تحت الأرض، وكمان أنابيب للوقود تحرق أي قوة تحاول تعبر القناة. كان ميل خط بارليف زاوية 80 درجة، وده كان صعب معاه نقل أي أفراد ومعدات وعربيات عسكرية. اقترح المهندس زكي يوسف استخدام مضخات المية، وجات له الفكرة وقت إنشاء السد العالي. كان بيتم إزالة الجبال من التراب والرمال بمضخات مية، ووصلت الفكرة لقيادات الجيش المصري وقرروا تنفيذها، وطلبوا من شركة ألمانية مدافع مية قوية، وأقنعوهم إنها لإطفاء الحرائق. ويوم العبور استخدم الجنود مضخات المية، وفتحوا ثغرات في الساتر الترابي وعبروا القناة، وتخطوا الساتر اللي قالوا عنه إنه مستحيل، وانتصر الجيش المصري. هنا القاهرة، نفذت قواتنا الجوية مهامها بنجاح، وأصابت مواقع العدو بإصابات مباشرة. وتم تكريم المهندس باقي زكي يوسف، وحصل على شهادات وأوسمة تقديرا لدوره العظيم. وسنة 2018 المهندس باقي ساب دنيتنا، لكن فكرته العبقرية عايشة معانا، نفتكرها كل سنة في 6 أكتوبر. دي كانت حكاية شخصيتنا النهاردة. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم. استنوني في حلقة جديدة وحكاية شخصية مؤثرة جديدة مع مروة صالح، وسلام.